بتحب مين؟ خد بالك ممكن تلاقي واحده كل همها اختها، كل اللي بيشغلها في حياتها، كل هدفها انها تلبس احسن لبس وتسرح شعرها احسن تسريحه، تحط احسن مكياج وتبقى اشيك بنت في الحي. هو ده اللي يشغلها. اختها من تحبين، كل حياتها مشغوله بايه؟ الازياء، الموديلات واللبس والمكياج والتسريحه. اشرقت نفسي بنور من فؤادي. اختها من تحبين. واحدة تانية كل اللي شغالة في حياتها البوي فريند بتاع، أهم حاجة إن هي تعرف إزاي ترضيه، إن هي تحافظ عليه. سبحان الله. واحدة تالتة مشغولة جدا بألبومات الأغاني، أحدث ألبومات أغاني، تسمع أنواع الأغاني. لا ده أنا بقى متخصصة في الحاجات الكلاسيك، والتانية متخصصة في مش عارف إيه. فتيات عصرنا. واحدة كل تخصصها الأفلام. فتيات عصرنا. بقى أنا بقى في مسألة الأفلام بقى أعرف بقى إيه الأفلام الهندي والأفلام الفرنسي والأفلام الأمريكي والكلام ده كله. الفتاة، لكن المؤمنة الفتاة، قلبها الفتاة عمره ما يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. الفتاة. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. اختها من تحبين. مساكين الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وما دقوش أحلى حاجة فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فاكرة المرأة الغامدية لما أذنبت ووقعت في جريمة الزنا عياذا بالله، راحت للنبي عليه الصلاة والسلام. هي عملت كده ليه؟ طب ما كان ممكن تقول يا رب اغفر لي، ولو قالت يا رب قال جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك، ولكنها أبت إلا أن تتوب. قعدت سنتين وما نسيتش الذنب برضه أبدا. فوفاها. ليه؟ قلبها موصول بالله، بتحبه. فوفاها. حاسة إنها ارتكبت جريمة في حق حبيبها. فوفاها حسابها. أختها من تحبين. لو بتحب ربنا هتلاقي قلبك مليان ثقة بالله، يقين في الله، توكل على الله. أي حاجة بتعملها في حياتك تقول أنا واثقة في ربنا، أنا بحب، أنا عندي يقين إن ربنا هيكرمني، عندي يقين إن ربنا هيخلصني من الأزمة دي، عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لي في ولادي، هيبارك لي في زوجي، هيديني وهيبذلني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بالله عليك بتفكري ان انت تسيبي اي معصيه تقع فيها لله سبحانه وتعالى؟ يا ريت فكري لو بتحب ربنا. اختها من تحبين. لو حد قال لك اخلعي الحجاب تقولي لا، كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا ريت تهجري كتاب الله عز وجل، لا كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا ريت تعملي اي معصيه حد يدعوك اليها، حد يقول لك تنمصي، خففي حواجبك، اعملي كذا، حطي مكياج، البسي قصير، قولي لا لا لا. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أختاه من تحبين لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. ونحن اليوم بمشيئة الله جل وعلا ما زلنا في تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة رسائل إلى الأخوات. حقيقة رسالة النهاردة رسالة في غاية الأهمية، وهي رسالة بعنوان أختاه من تحبين. أنت بتحب مين؟ حقيقة سؤال بيفرض نفسه في بداية الدرس، سؤال في غاية الأهمية. السؤال ده بيترتب عليه أمور كتيرة جدا، بيترتب عليه سعادتك في الدنيا والآخرة. ده حقيقة والله. ولذلك سبحان الله السؤال اللي أنا عايز أسأله لك الآن، أنت بتحب مين؟
طبعا الجواب معروف، هتقولي طبعا بحب ربنا، ودي عايزة كلام. خدي بالك، أنا مش عايزك تقولي الكلام ده بلسانك، أنا عايزك تقولي الكلام ده بقلبك. عايز قلبك هو اللي يحس المعنى الغالي ده. أنا بحب ربنا يبقى أنا بحبه بجد. أنا بحب ربنا مش مجرد كلام، أنا مستعد أعمل كل حاجة عشان ربنا. اللي ربنا يطلبه مني أنا تحت أمره، واللي ينهاني عنه أنا برضو تحت أمره. هعمل اللي بيأمرني بيه وهنتهي عن كل شيء ربنا نهاني عنه. طيب لو بتحب ربنا، يا ترى قدمت إيه لله عز وجل؟ قدمت إيه عشان تثبتي لله عز وجل إن أنت بتحبيه؟ قدمت إيه عشان تثبتي للحق جل وعلا إن أنت فعلا إنسانة يعني قلبك اتملى حبا لله سبحانه وتعالى؟ طب بلاش السؤال ده. طب أنا مش هقول لك قدمت إيه، أنت عندك استعداد تقدمي إيه؟ ما ربما تكوني لسه ما قدمتيش حاجة. عندك استعداد تقدمي إيه وتضحي بإيه علشان ربنا سبحانه وتعالى؟ دايما الإنسان بيقول إيه لما حد بيحب حد؟ بيقول له أنا مستعد أضحي عشانك بكل حاجة، ولله المثل الأعلى. فلو حبيت ربنا هتضحي عشانه بكل حاجة بالفعل، بل بأغلى حاجة، لأنه مالك الملك ومالك الملوك، أحب محبوب سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لك حاجة كويسة جدا. نساء كتير جدا من نساء السلف رضي الله عنهن جميعا قدموا كل حاجة حبا لله. منهم يا أخت اللي ضحت بولادها، وعلى رأس هؤلاء الخنساء. فاكرة الخنساء اللي جت في معركة القادسية يا أخت، وقعدت تفكر إيه أغلى حاجة عندي أقدمها لله. هي مش عايزة تقدم أي حاجة وخلاص، لا، أنا عايزة أغلى حاجة أقدمها لله سبحانه وتعالى. دورت يمين وشمال ما لقيتش أغلى عندها من أولادها الأربعة، فقدمتهم لله فماتوا في تلك المعركة. فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى منهم اللي ضحت بأولادها، ومنهم اللي ضحت بزوجها. وعلى رأس هؤلاء أسماء بنت عميس اللي ضحت بزوجها جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب اللي دخل في معركة مؤتة، لو فاكرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر في تلك الغزوة أو تلك السرية 3 من الأمراء، قال لهم زيد بن حارثة على القوم، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. المهم دخل زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم. مين اللي خد الراية؟ جعفر بن أبي طالب اللي هو زوج أسماء بنت عميس رضي الله عنهم أجمعين. فالمهم خد الرمح أو خد الراية بيده اليمنى فقطعوها له، خد الراية بيده الشمال قطعوها له، حطها بين عضديه فقتلوه، فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين في جنة الرحمن، كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم أنه رأى جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه مع الملائكة في جنة الرحمن جل وعلا. أسماء بنت عميس قدمت زوجها لله سبحانه وتعالى. منهم اللي ضحت بمالها زي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا خديجة يا أخت اللي قدمت مالها لخدمة دين الله ولنصرة دين الله عز وجل ولخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم اللي هجرت وتركت الأهل والأوطان والديار، وعلى رأس هؤلاء أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ومنهم اللي ضحت بنفسها، وعلى رأس هؤلاء سمية أم عمار اللي قتلت وكانت أول شهيدة في الإسلام. وانت بقى قدمت إيه؟ احنا قدمنا في درس قبل كده بعنوان أختاه ماذا قدمت لدين الله. عايزك تشوفي انت بتقولي انا بحب ربنا، قدمت ايه لله سبحانه وتعالى. تعالي نبدأ الموضوع من اوله. الحقيقة الموضوع جليل جدا وموضوع في غاية الأهمية، بيتكلم عن محبتك لله. انت بتحب مين؟ تحب ربنا؟ طب عايزين نعرف دليل بقى، عايزين نشوف دليل محبتك لله سبحانه وتعالى. تعالي نبدأ الموضوع من اوله، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الثمان حاجات اللي احنا ذكرناهم في الآية دي يا أخت، كل الحاجات دي حلال، وعلى الرغم انهم حلال إلا إن ما ينبغيش أبدا أن يكونوا أحب من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الجهاد في سبيل الله. طب اللي يعمل كده قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لازم ربنا يكون أغلى في قلبك من الدنيا وما فيها. والله ثم والله لو إنك أنت حبيتي ربنا بصدق والله هتدوقي حلاوة الإيمان لو صدقتي في محبتك لله سبحانه وتعالى. شوفي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، حديث في البخاري ومسلم، يقول 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة في المقدمة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب أفعل تفضيل، خدت بالك؟ طب عايزك تعيش معايا بقى مع قول الله عز وجل
والذين آمنوا أشد حبا لله. خدي بالك، ممكن تلاقي واحدة كل همها، كل اللي بيشغلها في حياتها، كل هدفها إنها تلبس أحسن لبس وتسرح شعرها أحسن تسريحة، تحط أحسن مكياج، وتبقى أشيك بنت في الحي. هو ده اللي يشغلها، فكل حياتها مشغولة بإيه؟ بالأزياء والموديلات واللبس والمكياج والتسريحة. واحدة تانية كل اللي شغلها في حياتها البوي فريند بتاعها، أهم حاجة إنها تعرف إزاي ترضيه، إنها تحافظ عليه. سبحان الله. واحدة ثالثة مشغولة جدا بألبومات الأغاني. إيه أحدث ألبومات أغاني؟ تسمع أنواع الأغاني. لا ده أنا بقى متخصصة في الحاجات الكلاسيك، والتانية متخصصة في مش عارف إيه. فاهم إزاي؟ واحدة كل تخصصها الأفلام. تقول لك بقى أنا بقى في مسألة الأفلام بقى أعرف بقى إيه الأفلام الهندي والأفلام الفرنسي والأفلام الأمريكي والكلام ده كله. لكن المؤمنة قلبها عمره ما يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. لو واحدة قلبها تعلق بموديل جديد من اللبس، أنت قلبك متعلق بالله. لو واحدة قلبها تعلق بمصيف، قلبك متعلق بالله. لو واحدة قلبها تعلق بعربية جديدة، أنت قلبك متعلق بالله. والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ورب الكعبة يا أخت، لو حبيت ربنا بصدق هتستغني عن كل متعة في الدنيا، بل إنك أنت هتعيش في متعة في الدنيا وانت عايشة متعة لم يشعر بهذه المتعة إلا من لامس الإيمان شغاف قلبه، اللي هي إيه؟ اللي هي بيسموها جنة الدنيا. كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. ورب الكعبة أعظم حاجة في الدنيا إن أنت تشعري بلذة الأنس بالله. يا سلام، تلاقي الناس ما بتشعرش بسعادة إلا ما تكون قاعدة وسط الشلة. كتير من النساء كده وكتير من الشباب كده، يقول لك أنا ما أحسش براحتي كده إلا وأنا قاعد وسط أصحابي. واحدة تقول أنا ما أحسش بالراحة والطمأنينة كده والفرحة كده إلا لما أكون قاعدة وسط إيه؟ وسط صحباتي. في الوقت اللي هم ما بيسعدوش إلا وسط الناس، أنت بتسعدي بعيد عن الناس، بعيد عن أعين الناس. لما تقفلي باب أوضتك وتقعدي تناجي رب الناس سبحانه وتعالى وتحس بلذة الأنس بالله. شوفي أحد السلف بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول إيه؟ مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وما دقوش أحلى حاجة فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته سبحانه وتعالى. لو هتحب ربنا بجد، ولو بتقولي أنا بحب ربنا، لازم تسمع كلامه وتنفذيه، مش كده وبس. خد بالك من حاجة، كتير من الناس يقولوا إيه؟ طب إيه اللي ربنا عايزه مني؟ أو إيه اللي ربنا بيأمرني بيه؟ عايزني أصلي الصلاة الخمسة؟ خلاص هصلي الصلاة الخمسة. إيه تاني؟ أتصدق؟ هتصدق. أصوم؟ هصوم. هحج. لا، أنا عايزك تدوري على حاجة أعلى من كده كمان، اللي هي إيه؟ هو في حاجة أعلى من الفرائض؟ لا، خدي بالك من حاجة، هي أحب حاجة إلى الله عز وجل الفرائض. ربنا قال كده: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن في حب تاني بقى، في حب تاني عالي جدا ما يعملوش إلا المحب لله، إلا اللي قلبه مليان حب لله. حديث في البخاري على فكرة، حديث قدسي، يقول جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. خدي بقى الخير ده كله بقى: كنت سمعه الذي يسمع به. الله، تخيلي كده لما ربنا بيقول لك كنت سمعك الذي تسمعين به، يبقى إيه؟ يبقى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين. لو قمت وقلت يا رب هيقول لك لبيك أمتي، اللي انت عايزاه اطلبيه. سبحان الله. ولئن استعاذني لأعيذن. خايفة من أي حاجة، تعبانة من أي حاجة، يا رب احميني، يا رب احفظني، يا رب ابعد عني الشر. هيبعد عنك الشر، هيحفظك، هيحميكي. النبي بيقول ايه؟ احفظ الله يحفظك. يا سلام. يبقى لو بتحب ربنا يقينا لازم تسمع كلامه. ولله المثل الأعلى. ده انت لو بتحب جوزك بتقولوا له طلباتك أوامر يا باشا، صح ولا لا؟ مش بتقولوا له كده؟ طبعا طلباتك أوامر، اللي انت تؤمر بيه. طب أنا عايزك تعملي كذا، ده أنا عينيا. طب تؤمر بيه تاني؟ طب أنا نفسي كمان أعمل لك حاجة زيادة. طب الأكلة دي أنت بتحبها؟ طب إيه رأيك بقى فوق ده كله بقى أنا عايز أعمل لك بقى شوية سلطات من اللي قلبك يحبها. ده إذا كان ده بشر بتحاول إن أنت ترضيه بأي طريقة، تعملي كل ده عشان ترضيه. فما ظنك بالله جل وعلا مالك الملك وملك الملوك. والذين آمنوا. أنا عايزك تركز معايا في الآية دي طول الدرس ده، نفتكره طول الدرس ده. عايزين إيه؟ عايزين نركز على الآية دي. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، ولله المثل الأعلى. لو أمرك بالحجاب يلاقيكي بتقولي الله حجاب، يا سلام. لا، ده أنا عايز ألبس مش أي حجاب، عايز ألبس أحسن حجاب زي الحجاب اللي كانت بتلبسه أمهات المؤمنين.
لو أمرك بالصلاة تقول يا سلام، أنا نفسي بقى أصلي صلاة زي ما النبي كان بيصليها. مش النبي قال كده؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أمرك بأي شيء تجتهدي في العبادة هيلاقيكي في غاية الجد والاجتهاد في العبادة. بتصومي بحب، بتصلي بحب، بتصلي قيام الليل بحب، بتعملي كل حاجة من خلال محبتك لله سبحانه وتعالى. طيب لو وقعت في معصية هتعمل إيه؟ هتوب طبعا. ليه؟ لأن ربنا أمرني أن أنا أتوب. ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وربنا بيحب التوابين، والله يحب التوابين سبحانه وتعالى. وربنا قال كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاكرة الغامدية، حديث رواه مسلم، فاكرة المرأة الغامدية لما أذنبت ووقعت في جريمة الزنا عياذا بالله، راحت للنبي عليه الصلاة والسلام. هي عملت كده ليه؟ طب ما كان ممكن تتوب وتقول يا رب اغفر لي، ولو قالت يا رب لقال جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك، أو لبيك أمتي قد غفرت لك. هي عملت كده ليه؟ حبا لله. أنا عايز ألقى الله عز وجل وأنا طاهرة ما فيش علي أي حاجة بالمرة. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني بالحد فقد زنيت. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة واربعة. في النهاية سبحان الله قال لها طب روحي لحد ما تولدي. راحت والله العظيم يا أخت 9 شهور ما نسيتش الذنب أبدا. ليه؟ بتحب ربنا، قلبها متعلق بالله، قلبها موصول بالله سبحانه وتعالى. 9 شهور الذنب قدام عينيها. ولدت، رجعت للنبي قالت له يا رسول الله الحمد لله أنا ولدت اهو، فطهرني بالحد. قال لها روحي وأرضعي هذا الطفل لحد ما تفطميه. قعدت 2 سنين يا أخت ما نسيتش الذنب برضو أبدا. ليه؟ قلبها موصول بالله، بتحبه، حاسة أنها ارتكبت جريمة في حق حبيبها سبحانه وتعالى. فراحت 2 سنين مش ناسية الذنب، ورجعت قالت له يا رسول الله ها أنا قد فطمته وها هو يأكل الخبز الآن. خد النبي صلى الله عليه وسلم الطفل من إيديها واداه لواحد من الصحابة وأمر بها، فحفر لها حفرة في الأرض ووضعت فيها ورجموها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجموها. جاء خالد بن الوليد وجاب حجر بيضربها فالدم بتاعها نزل على توبه، فسبها خالد رضي الله عنه وارضاه. فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 من ألف المدينة أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا سلام، أما ترى أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا. شوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها. ليه؟ لأنها جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى. لو بتحب ربنا هتلاقي قلبك مليان ثقة بالله، يقين في الله، توكل على الله. أي حاجة بتعملها في حياتك تقول أنا واثقة في ربنا، أنا بحبه، أنا عندي يقين إن ربنا هيكرمني، عندي يقين إن ربنا هيخلصني من الأزمة دي، عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لي في ولادي، هيبارك لي في زوجي، هيديني وهيرزقني يعني عندك يقين عالي جدا. يقول جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللي انت بتظنيه في الله سبحانه وتعالى هو ده اللي هيحصل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تيجي بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده أنا هديك مثال بسيط قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هاجر رضي الله عنها وارضاها اللي هي زوج إبراهيم عليه السلام، لما سيدنا إبراهيم سابها هي وابنها إسماعيل في مكة، إيه اللي حصل؟ طبعا ترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، يدوب شوية تمر وشوية مية، وبعدين سيبها وماشي. سيبها فين؟ في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، لا فيها إنس ولا أنس، ما فيهاش أي حد خالص. سبحان الله، يعني لو رجل هيخاف. فلما هي لقت نفسها كده هتبقى لوحدها هي وطفل رضيع، فبتقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فمرة واثنين وثلاثة ما ردش عليها. في المرة الثالثة قالت له الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. وفي رواية أنه أشار إلى السماء فقالت إذن فاذهب فإن الله لن يضيعنا. وفي رواية أيضا عند البخاري قالت رضيت بالله. يا سلام، شوف الثقة في الله تيجي النتيجة على طول في ساعتها. الأكل خلص والمية خلصت وابنها هيموت، وهي عمالة تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، وفي المرة الأخيرة سمعت صوت مية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا أخت إن ربنا أكرمها من نعمة التوكل والثقة اللي في قلبها في الله سبحانه وتعالى. بعت لها سيدنا جبريل ضرب الأرض بجناحه فانفجرت ماء زمزم، فقالت هي زم أي اجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الوقعة يقول يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. يا سلام، يبقى خلي قلبك كله ثقة في الله، عندي يقين في الله، أنا أمل كبير في ربنا.
أنا أي نعم لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، لكن عندي يقين في الله إن ربنا هيرزقني بواحد أخ فاضل ما شاء الله داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أخ على خلق على دين. أنا عندي ثقة في الله. مش تقولي ده أنا القطر عدى وأنا مش عارف إذا كنت هتجوز ولا. خلي عندك ثقة في الله. لو ابنك مريض عندي ثقة إن ربنا هيشفيهولي. لو جوزك لسه مش كويس عندي ثقة إن ربنا هيهديه. لو أنت حتى إيمانك ضعيف شوية عندي ثقة إن ربنا هيقويني. خلي عندك ثقة في الله. ده لو بتحب ربنا بجد هتلاقي نفسك لو بتحب ربنا بتسيبي كل معصية. ما زي ما قلت لك اللي بيحب حد بيعمل اللي بيرضيه وبيبعد عن اللي يزعله، ولله المثل الأعلى. لو بتحب ربنا بقى مالك الملك ومالك الملوك هتشوفي هتقري في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الشيء اللي ربنا ما بيحبوش، ايه الشيء اللي ربنا بيكرهه، ابعد عنه. ولذلك بزعل قوي لما الاقي مثلا اخ او اخت مبتليين بشرب الدخان ونيجي نقول له مثلا ده الدخان حرام يقول لا ده مكروه. طب مكروه مين اللي بيكرهه؟ ربنا. طب تعمل حاجة ربنا بيكرهها او تعملي حاجة ربنا بيكرهها؟ سبحان الله. ده انت ما تقدريش تعملي حاجة جوزك بيكرهها وما تقدريش تعملي حاجة ابنك بيكرهها، وبعدين في النهاية تعملي حاجة ربنا بيكرهها وبتقولي دي مكروهة. سبحان الله. يبقى في خدش هنا في حبك لله، في حاجة ناقصة، في حاجة مش مظبوطة. لو حبك لله مظبوط هتعملي زي ما الصحابة عملوا. سبحان الله. الصحابة لما نزل التحريم النهائي للخمر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا جماعة نزل قول فصل في تحريم الخمر، وقرأ عليهم الآية اللي في سورة المائدة آخرها ايه؟ فهل أنتم منتهون؟ ما فيش حد بقى ايه قال طب مصمص بس الازاز اللي معايا كده وخلاص، او اطقطق الكاسين اللي معايا ولا الكلام ده. لا، ما فيش حاجه حصلت في الكلام ده كله راح رمى الاقداح، وكانت الاقداح على الافواه، والكل في لحظه واحده وعلى لسان وقلب رجل واحد قالوا جميعا انتهينا ربنا انتهينا. يا سلام ايه الكلام الجميل ده. وكل واحد بقى كان مخزن شويه خمره في بيته، اللي مخزن برميل واللي مخزن مش عارف ايه، كله راح رمى الخمر فأهريقت شوارع المدينة بالخمر في لحظة واحدة كمشهد من مشاهد العبودية لمالك الملك وملك الملوك. لو واحدة مبتلى بأي معصية يعني عايزينها بقى ترفع شعار انتهينا ربنا انتهينا. يا أخت بلاش كذا، خلاص انتهيت. طالما شيء ربنا ما بيحبوش أنا ما حبوش. طالما يعني حتى المثل بيقول حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. الحاجة اللي ربنا بيكرهها لازم تكرهها. ده أنا هديك مثل بسيط خالص. فاكر سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما النبي نزل ضيف عنده 7 شهور؟ يا بخته طبعا. فالمهم كان من ضمن المواقف الجميلة إن سيدنا أبو أيوب كان بعت له مرة أكل فيه توم وبصل، فالنبي ما كلش والأكل رجع زي ما هو لمين؟ لأبو أيوب. فزعل فقال لحسن يكون النبي غضبان عليا. فقال يا رسول الله أحرام هو؟ يعني الأكل ده حرام التوم والبصل؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. أنا جبريل بيجي يكلمني وبيأتيني بالوحي، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فسيدنا أبو أيوب لما عرف إن التوم والبصل مش حرام ورغم ذلك عرف إن النبي ما بيأكلش لا توم ولا بصل ني، فقال إيه؟ لا جرم أكره الذي تكره يا رسول الله. خلاص طالما أنت بتكره التوم والبصل الني أنا مش هاكلهم أبدا. فما أكل ثوما ولا بصل حتى لقي الله عز وجل. يا سلام. هتلاقي نفسك وانت بتسيبي أي معصية وبتسيبيها لله، المعصية اللي انت كنت متعودة عليها زمان، اللي كنت بتعمليها وانت حاسة بلذة، اللي كنت بتعمليها وانت متعودة عليها، تقولي لي طيب أسيبها ازاي لما أنا حاسة بلذة في المعصية دي وأنا متعودة عليها؟ أقول لك ترك الشيء اللي انت متعودة عليه وبتحس فيه بلذة لما تتركيها لله ربنا بيخلف عليك لذة في قلبك أعظم من مليون لذة بتحسيها في أثناء المعصية. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوفي الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول كلمة جميلة قوي في كتاب الفوائد. بيقول إيه؟ إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. الإنسان لما بيعوز يترك حاجة خدت بالك بيحس بمشقة إمتى؟ لما يكون بيتركها لغير الله. شوف الإمام بيقول إيه؟ أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد من تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن. يعني في أولها بس كده يحس إيه؟ بشوية صعوبة، ده من أجل الامتحان، وبعد كده إيه؟ ربنا بيسرها له. يبقى إيه؟ فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. فإذا صبر على تلك المشقة قليلا استحالت تلك المشقة إلى لذة. بالله عليك بتفكري إن أنت تسيبي أي معصية توقع فيها لله سبحانه وتعالى؟ يا ريت
فكري لو بتحب ربنا. عايزين ندي أمثلة بقى عشان المحبة دي تعلو شيئا فشيئا في قلبك أيتها الأخت المباركة، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. تعالي نشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت محبته غالية جدا وعالية جدا لله سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، كان دعاء جميل قوي النبي كان دايما بيدعيه، يا ريت تتعلميه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فاكرة أختي يوم الطائف لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي على رجليه أكتر من 90 كيلو عشان يبلغ دعوة الله ويبلغ شرع الله إلى أهل الطائف. لما وصل هناك طبعا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط يعني بستان لبعض بني شيبة. فلما دخل قال الدعاء المشهور، وإن كان بعض أهل العلم ضعفوه. كان من ضمن ألفاظ الدعاء أو من ضمن كلمات الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هتفرق يعني هو بيقول اللي حصل لي ده كله، أنا كل اللي يشغلني في الموضوع ده إن أنت بس أهم حاجة ما تكونش غضبان عليا، أما لو كنت راضي فمش مشكلة. فأي عذاب أشوفه طالما من أجلك يا رب فهو نعيم، هو لذة، هو راحة، هو سعادة. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له: يا رب أنا بحبك ومستعد أتحمل أكتر من كده 1000 مرة، بس أهم حاجة إن أنت ما تكونش غضبان عليا. يا سلام، مشهد جميل قوي. حديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قيام الليل يا أخت لحد ما أقدامه تتورم، رجليه تورم. فأمنا عائشة بتقول له إيه؟ بتقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان النبي يرد عليه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، وهو النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك بالله أفلا أكون عبدا شكورا. وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وخير النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، فاختار النبي لقاء ربه جل وعلا، لأن هو اللي علم الأمة كده. كما عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وصدق من قال: والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جدتني أموال من باد ومن قد بقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة، اخترت يا مولاي أن نلتقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة، اخترت يا مولاي أن نلتقي. والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جدتني أموال من باد ومن قد بقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة، اخترت يا مولاي أن نلتقي. تعالوا نشوف بقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا من إيد النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي كان حبهم لله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال وهو على فراش الموت تدخل عليه زوجته فتصرخ حزنا عليه وتقول: وحزنا، فيقول لها بلال: بل وفرحان، أنا مشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل في سكرات الموت يقول: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. وحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه حينما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 21 سنة من عدائه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام يروح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يروح يحج. فلما حج خد معاه 1000 شاة ونحرها في أرض عرفة وأطعم بها فقراء الحرم. السنة اللي بعدها خد معاه 100 ناقة وذبحها لفقراء الحرم. ثم في العام الثالث ذهب حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه وأخذ معه 100 عبد، وفي رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن، فأعتق رقابهم جميعا في أرض عرفات وفي يوم عرفة. ثم قال: اللهم إني أعتقت رقابهم من أجلك، وأنت أولى بالمسامحة
فاعتق رقبتي من نار جهنم. ونام حكيم بن حزام هذا المحب الذي رفع شعار الحب لله جل وعلا، ونام على فراش الموت، فكان يقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات على ذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. بل وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، وحديثه في البخاري، لما أسره المشركون في أرض التنعيم وذهبوا به ليقتلوه، فما كان من أبي سفيان وكان مشركا وقتها إلا أن قال لخبيب: يا خبيب أتريد شيئا؟ قال: أجل، أريد أن أصلي ركعتين لله جل وعلا. قال خبيب: فتوضأت وتجوزت في الركعتين، يعني أسرعت فيهما خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت، خفت لحسن يظنوا أن أنا خايف أن أنا أموت. ثم قام بعدها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه ورفع على المشنقة وهو يقول كلمات المحب لله جل وعلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع، رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء في مغازي موسى بن عقبة أنه قال خبيب بن عدي قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي: فاستدار النبي وهو في المدينة وخبيب في مكة وقال: وعليك السلام يا خبيب. الآن قتل خبيب. بل هذا عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في يوم أحد الاثنين اجتمعوا مع بعض، وقال له عبد الله: يا سعد، ترى ما نحن فيه الآن، ألا ندعو الله عز وجل عسى الله أن يرزقنا الشهادة؟ فقال له سعد: أجل. فقال عبد الله: ابدأ أنت يا سعد بالدعاء. فقام سعد وقال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله، ثم آخذ سلبه، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال: تمنى على الله يا عبد الله. تأملي ماذا قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. قال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك وما أقدرش أصبر، أنا مشتاق للقائك، أنا بحبك جدا يا رب، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقأ عيني، فإذا ما لقيتك يوم القيامة قلت لي: يا عبد الله، في أي شيء كان ذلك؟ أقول: من أجلك، فتقول صدقت. وبالفعل بعد غزوة أحد يمر سعد بن أبي وقاص على عبد الله بن جحش فوجده ميتا مقتولا قد جدع أنفه وقطعت أذنه وبكر بطنه وفقأت عينه، فقال: صدق الله، فصدقه الله. بل هذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه لما أسره ملك الروم في بلاد الروم، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فملك الروم عايز يفوز بأي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يشوف أحوالهم إيه سبب انتصار هؤلاء الصحب الكرام. فلما أسر عبد الله بن حذافة جيء به إلى ملك الروم، فملك الروم عرض عليه أمر وقال له: يا عبد الله، أريد أن أعرض عليك أمرا. قال: ما هو؟ قال: أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي. فقال عبد الله بن حذافة: شوف بقى حب ربنا قد إيه، شوف اعتزازه بدينه قد إيه، شوف إحساسه بقدر هذا الدين قد إيه. قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال له ملك الروم: إذن أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أديك الملك كله. فقال له عبد الله بن حذافة: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد طرفة عين ما فعلت. فملك الروم قال: خلاص نشوف حيلة تانية. راح جايب قدر كده مليان زيت مغلي وحط 2 من الصحابة في القدر هذا، فانفصلت اللحوم عن العظام. مين اللي شايف المنظر ده؟ عبد الله بن حذافة. وملك الروم راح أمره إن هو يلقى هو كمان في ذلك القدر، وأول ما وصلوه لحد طرف القدر فبكى، فقالوا لملك الروم: إنه يبكي. قال: ردوه علي. فقال له: أتتنصر؟ قال: لا. قال: فعلام البكاء؟ أمال إيه اللي خلاك تبكي؟ قال: أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة. أنا عايز بس تتأملي مع الكلمة دي، إني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن يكون لي أنفس بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا.
يا سلام. بيقول أنا كان نفسي يبقى لي عدد أنفس بعدد شعر راسي، أتعذب واتقتل واتعذب واتقتل، وكل دوت في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم يشاء المولى عز وجل ملك الروم راح عمل حاجة زي الصليب كده، وأمر إن هو يربط في هذا المكان ويترمي السهام حوالين دماغه وحوالين إيديه وحوالين رجليه، بس بشرط إن الرامي دوت ما يقتلوش، وهو عمال يعرض عليه تتنصر يقول له لأ. فأنزلوه من على الصليب لما يئسوا منه. ثم بعد ذلك قال للوزراء بتوعه، قال لهم أنا عايز طريقة مجربة أستطيع أن أنا أفتن بها هذا الرجل. قالوا له لا طريقة أعظم من فتنة النساء، نجيب له ملك الجمال الروم وندخلها عليه وهو شاب لسه صغير في السن وسايب زوجته بقاله 4 شهور وممكن يفتن بسهولة. وأدخلوا على عبد الله بن حذافة ملكة جمال الروم، مش أي واحدة، فأدخلوها عليه فتجردت من ملابسها وقعدت ترمي نفسها في أحضانه يمنة ويسرى وهو يهرب منها، معاذ الله معاذ الله معاذ الله. فلما يأست منه طرقت على الباب، نقلت الأخبار خلف الباب، عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي لملك الروم. فأول ما فتحوا الباب قالوا لها ما الذي حدث؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. يا سلام، تتحطم الفتنة والإغراء على صخرة العبودية لله جل وعلا. فالمهم فجم بعد كده يئسوا منه، خلاص طب نعمل إيه؟ فقالوا طب هنعمل بقى آخر حيلة، نعمل إيه؟ قالوا نجوعه 3 أيام وندخل معاه لحم خنزير وخمر، أكيد هياكل ويشرب ويعمل كل حاجة. سبحان الله. فأدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير وسابوه 3 أيام يا أخت من غير لا أكل ولا شرب. بعد 3 أيام بيفتحوا الزنزانة فلاقوا الخمر زي ما هو ولحم الخنزير زي ما هو، فتعجبوا وقالوا ما الذي حملك على ألا تأكل؟ قد انثنى عنقه، خلاص بينه وبين الموت شعرة. فقال لهم أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك اللحظة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب الخمر، ولكني والله هو ده الشاهد يا أخت بقى من كل القصة دي، عايزك تحفظ الكلمتين دولت وتخليهم شعارك في حياتك كلها. قال ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أنا عايزك بقى ترفع الشعار ده. لو حد قال لك اخلع الحجاب تقولي لا، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. يا ريت تهجري كتاب الله عز وجل، لا، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. يا ريت تعملي أي معصية حد يدعوك إليها، حد يقولك تنمصي، خففي حواجبك، اعملي كذا، حطي مكياج، البسي قصير، قولي لا، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. يا سلام، عايز قلبك يتملي محبة لله، محبة لنصرة دين الله، محبة لأنك أنت تكوني رمز للإسلام، اللي يشوف الإسلام من خلالك، من أخلاقك، من سلوكك، من أدبك، من حيائك، من حجابك. وصدق من قال أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا، وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعض بل بكلي،
وإن لم يبق حبك لي حراكا. تعالي بقى نشوف في عجالة سريعة ايه العلامات اللي بتثبت ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين ننسى الآية اللي احنا قلنا عايزينها معانا على طول الدرس ده نفتكرها على طول، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. طب انت بتقول انا بحب ربنا، ايه الدليل على حبك لله؟ انا هديكي 7 علامات، خلال ال7 علامات دولت شوفي انت موقفك ايه منهم، شوفي انت بتعملي ايه منهم. بناء على هذا هتعرفي انت فعلا بتحب ربنا ولا الكلام دوت مجرد ادعاء. اول حاجة دوام ذكر الله جل وعلا. دايما يا اختي بنقول اللي بيحب حد دايما بيذكره. لما حد بيحب انسان ولله المثل الاعلى يقول ده فلان راح وفلان سافر وفلان جه وفلان ده في يوم من الايام خرجت معاه وسافرت معاه وكلت معاه وعملت، ويقعد يحكي ذكرياته كلها مع الانسان دوت. طيب ولله المثل الاعلى، لو بتحب ربنا هتذكريه دايما، لو بتحب ربنا لسانك ده لن يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا في حاجة أحلى من حد كلها وأفضل من ده كله؟ أي نعم. قالوا بلى يا رسول الله، إيه هو؟ قال ذكر الله جل وعلا. يا سلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على كل خير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهناك من الأذكار الكثير والكثير. وكان في بعض السلف كان بيقول كلمة جميلة قوي. واحد من السلف كان بيقول: والله أنا بعرف إمتى ربنا بيذكرني. قالوا له: إمتى؟ قال: حينما أذكره. أما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمجرد ان انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى فالله عز وجل يذكرني من فوق 7 سماوات. فاذكروني اذكركم سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه يا اخت دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. اشغلي لسانك بذكر الله. هتخسري ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. كل لما تشغلي لسانك بذكر الله كل لما ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، لأنك أنت بتذكري حبيبك سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله ما قالش تسعد، قال تطمئن القلوب. والاطمئنان أشد من السعادة وأعظم من السعادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تاني حاجة يا أخت إيثار محابه على محابك. الحاجة اللي ربنا بيحبها تخليها أفضل وأولى عندك من الحاجة اللي أنت بتحبيها. أنت نفسك إيه؟ والله نفسي أنام عشان أرتاح، لكن ربنا نفسه أن أنت تقومي بين يديه وتصلي، يبقى أنا أقوم. أنت نفسك تعملي إيه؟ والله نفسي أن أنا آكل أفضل طول اليوم كده مبسوطة كده وباكل واشرب، لكن ربنا عايزك صايمة. شوف قد إيه؟ يبقى أنا أصوم. أنت نفسك في إيه؟ نفسي أن أنا أتفسح، لكن ربنا نفسك أن أنت تعتمري، يبقى أروح أعتمر. نفسك في إيه؟ نفسك كذا وربنا عايز كذا، يبقى اللي عايز ربنا هو أولى عندي من اللي أنا إيه؟ من اللي أنت عايزاه. هتبارك؟ يبقى إيثار محاب الله جل وعلا على محبك. ثالث حاجة من ضمن العلامات اللي تثبت ان انت بتحب ربنا الأنس بالله. ما تبقيش قاعدة لوحدك كده وبتذكري ربنا وانت حاسة بوحشة، حاسة ان انت متضايقة، وتيجي وسط الناس تبقى حاسة ان انت مبسوطة. بالعكس، تحس ان انت لما بتقعدي لوحدك وتخلو بربك جل وعلا تحس ان انت في منتهى السعادة. قال أحد السلف: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. هقولها تاني بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، يعني بذكر الله جل وعلا، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. تأنسي بالله، تسعدي بالله سبحانه وتعالى. رابع حاجة حب لقاء الله جل وعلا في جنته سبحانه وتعالى. كان من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي بسند صحيح، كان النبي يقول إيه؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إن أنت تتمني تقول يا رب نفسي أخش الجنة، بس نفسي في الجنة إن أنا أنظر إلى وجهك. أعظم نعمة يا أخت، أعظم نعمة. ربنا يكرمك إن شاء الله بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ده واحد من الصحابة، ودايما الحديث ده لما بذكره بسميه حديث المحب.
حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. واحد من الصحابة عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا رسول الله، والله إني لأحبك، والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. يا سلام، أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أن أخش الجنة وما أشوفكش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي ونزل قول الرب عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا كان ده واحد صحابي بيقول كده للنبي، بيقول له أنا خايف أخش الجنة وما أشوفكش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب أولى لما تقولي وأنا كمان خايف أخش الجنة وما انظرش إلى وجهك يا رب العالمين. نفسي أخش الجنة وأشوف النبي، نفسي أخش الجنة وانظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى. يبقى رابع حاجة حب لقاء الله جل وعلا في جنته. خامس حاجة يا أخت بتدل على محبتك لله الرضا عن قضاء الله. بالحقيقة الرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي تسلج القلب وتدخل السعادة والسرور على القلب. إن أنت تعرفي يقينا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي الإنسان ليعذبه، وإنما يبتليه ليطهره ويقربه سبحانه وتعالى. ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا لما بيبتليك يا أخت بيبتليك لسبب من اتنين: إما عايز يغفر لك ذنوبك، وإما عايز يرفع درجتك في الجنة. فلازم يبقى في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي قال كده كما عند البخاري، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ربنا أرحم بيكي من رحمة الأم بطفلها اللي بترضعه سبحانه وتعالى. شوف قد إيه. ولذلك سبحان الله يعني حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني لو ربنا بيحبك هيبتليك، وعلى قد البلاء على قد الأجر. مش بديه. ولذلك كان أحد السلف لما يصاب ينبسط جدا ويضحك ويقول: إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. حلاوة الأجر والثواب اللي أنا هاخده من وراء البلاء ده بتنسيني مرارة الألم. سبحان الله. حديث جميل أو أيضا عند الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل أمر ملائكته أن يقبضوا روح ابن عبده المؤمن، فلما قبضوا روح ابن عبده المؤمن فعادوا، فقال جل وعلا لهم وهو أعلم سبحانه وتعالى: كيف وجدتموه؟ عبد المؤمن ده بقى لما ابنه مات عمل إيه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بالحق جل وعلا يقول: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام. حديث ثاني عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. يا سلام. رحمة ولا مش رحمة؟ نعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى. الرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجة، طالما القضاء تم خلاص وحصل، يعني لو جهل الإنسان أي بلاء، طب مش البلاء نزل خلاص نزل، يبقى ناخد البلاء وننفذ من وراه إيه؟ وننفذ من وراه بالأجر. مش ناخد البلاء والذنب في وقت واحد ونعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عارفة لو ترجع بالذاكرة يا أختي، ياما أشياء كتيرة جدا كان الواحد وهو صغير بيتمناها، يقول يا ريتني أطلع كذا، يا ريت أعمل كذا، وكان ربنا سبحانه وتعالى يحجب عنا هذه الأشياء. والله بعد سنوات طويلة الواحد كان بيحمد ربنا إن ربنا ما استجابش دعائه في اللحظة دي. ليه؟ لأن كان الإنسان بيطلب شيء فيه هلاكه سبحانه وتعالى، فربنا بيحمينا من هذه الأشياء ونحن لا ندري أين المصلحة. سادس حاجة من علامات التي تثبت محبتك لله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله، لو بتحبوا ربنا فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ من ضمن العلامات التي تثبت إن أنت بتحب ربنا إن أنت لازم تتبعي النبي صلى الله عليه وسلم. طب أتبع النبي إزاي؟ من خلال طلب العلم بقى. تطلب العلم
تجتهدي في طلب العلم، تتعلمي العلم على يد أناس تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سابع حاجة أخت اللي بتثبت إن أنت بتحب ربنا، التلذذ بطاعة الله، إن أنت تحس بلذة. شوفي ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: كابدت الليل 20 سنة، يعني تعبت نفسي كده وقعدت كده ان انا امرن نفسي 20 سنة ان انا اصلي قيام الليل. يقول: وتلذذت به 20 اخرى، فوالله اني لادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. يا سلام، والله يا اخت لو ربنا حبك هيكرمك دنيا واخرة، هيكرمك بالفعل دنيا واخرة، هيهديكي لو انك انت محتاجة ان ربنا يهديكي، وكلنا والله محتاجين نعمة الهداية. هيهديكي وهيكرمك بزوج صالح، وهيعلمك وهيستعملك في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وهيلقي محبتك في الكون ده كله، هيخلي الدنيا كلها تحبك. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا سلام، يبقى ربنا يحبك، وسيدنا جبريل يحبك، وملائكة السماوات السبع كلها تحبك، والناس كل الدنيا في الأرض تحبك. لما كانوا بيسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يقولون: هو الصادق الأمين، رغم ان هم يعني نفسهم يقتلوا النبي، لكن ما يقدروش أبدا ينكروا فضل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الجماد نفسه ممكن يحبك، ما النبي قال كده كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد، يعني جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. لو ربنا حبك هينجيك من النار، ما النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. لا يمكن لو ربنا حبك لا يمكن يلقيك في النار أبدا سبحانه وتعالى. شوفي لما ربنا أحب سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جل وعلا، شوفي لما ربنا حب سيدنا إبراهيم وألقاه الناس في النار، إيه اللي حصل؟ قال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يأتيه جبريل وهو في النار، جبريل عليه السلام يأتي لسيدنا إبراهيم وهو في النار فيقول: يا إبراهيم ألك حاجة؟ عايز أي حاجة؟ سبحان الله. فيقول إبراهيم صاحب القلب اللي مليان ثقة ويقين وتوكل على الله: قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. يأتي الجواب من عند الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف سيدنا موسى لما ربنا حبه، سيدنا موسى هو لسه طفل صغير، أمه خايفة عليه لأن فرعون بيقتل كل الأطفال الصغيرين من بني إسرائيل، وإذا بالحق جل وعلا يأمرها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا سلام. وتلقي ابنها موسى عليه السلام في التابوت وتنزله في نهر النيل، ويمشي التابوت في نهر النيل لحد ما يوصل لقصر فرعون، والجنود ياخدوا التابوت ويلاقوا فيه طفل صغير فيحملوه إلى فرعون. أول ما شافته امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. استثنوا بقى دوت من القتل، لا تقتلوه. سبحان الله. كل ده بإيه؟ كل ده بستار رقيق شفاف جعله الله عز وجل على موسى عليه السلام، وهو قوله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا سلام. في بعض الآثار الإسرائيلية إنه سألوا إبليس فقالوا له: هل أحببت أحدا من البشر؟ قال: أجل، أحببت رجلا واحدا. قالوا له: مين هو؟ قال: موسى عليه السلام. قالوا له: ليه؟ قال لهم: لأن الله قد ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. يا سلام. شوفي لما ربنا حب خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خديجة ضحت بكل حاجة عشان خاطر النبي وعشان خاطر إن هي تنصر هذا الدين وحبا لله عز وجل قبل كل شيء، سبحان الله ربنا يكرمها قبل الموت مباشرة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام. شوف قد ايه، شوف لما ربنا حب سعد بن معاذ
صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما جاء في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. مش كده وبس، لا ده جاء في رواية عند الحاكم بسند صحيح إن سعد بن معاذ لما مات صاحت أمه حزنا عليه يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا سلام. ورواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أصحاب النبي جنازة سعد بن معاذ، وكان ضخم الجثة، كان جسمه ضخم جدا، فحملوا الجنازة فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا سلام. شوفي لما ربنا حب سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، شوفي أكرمه إزاي. بعد ما اتقتل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم حب إن هو يواسي ابنه جابر، لأن أبوه مات وساب له 9 بنات هيربيهم. هو كان عنده كم سنة جابر رضي الله عنه وارضاه؟ كان عنده في الوقت ده 15 سنة، يبقى مسؤول عن 9 بنات، فحاجة صعبة جدا عن نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح، قال: يا جابر، ألا تعلم ما صنع الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أنا ما أعرفش. فقال: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا من البشر إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، وكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت لا يمكن، تمام؟ فإن الله قد كلمه إيه؟ كفاحا بغير حجاب. فقال: عبدي تمنى علي اللي انت عايز اطلبه. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى. ليه؟ عشان يأكل ويشرب ويتمتع وكده؟ أبدا، حتى أقتل فيك ثانية. أنا من حب فيك يا رب نفسي أرجع تاني واتقتل عشان خاطرك، واتقتل تاني وثالث ورابع. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: يا رب، فأخبر من ورائي أو فبشر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى حب سيدنا بلال وعمار وسلمان وعلي، خلى الجنة نفسها تشتاق لهم. شوفي احنا بنشتاق للجنة قد ايه؟ ربنا يجعلك يا رب من أهل الجنة. لا، الجنة بتشتاق للأربعة دولت رضي الله عنهم وارضاهم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى 3: علي وعمار وسلمان. وفي رواية أخرى عند الترمذي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى 3: علي وعمار وبلال رضي الله عنهم جميعا. شوفي لما ربنا حب أبي بن كعب، وبه أختم الدرس، لما ربنا حب أبي بن كعب الصحابي الجليل بعت له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، فطرق النبي على بابه، ففتح أبي بن كعب، حط نفسه في مكانه كده، فمن فرحته قال: يا رسول الله، هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ معقولة أنت اللي تجيني؟ ده أنا اللي أجيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يا سلام. يعني لو إن النبي جاله لوحده دي كانت منقبة عظيمة، لا ده فوق ده كله كمان، ده ربنا هو اللي بعت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الوحي طبعا. فسبحان الله. فقال أبي: وقد سماني الله لك، يعني ربنا قال لك أبي بن كعب ولا قال لك أي اسم وانت اخترتني؟ قال: وقد سماك الله لي. في رواية عند أحمد بسند صحيح قال له أبي: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك. معقولة أنا يا عبد يا فقير ربنا ذكر اسم من فوق 7 سماوات؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي. فقال الصحابة: وهل فرحت بذلك يا أبي؟ قال لهم: وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى يعني لما الإنسان يفوز بمحبة ربنا فدي أعظم نعمة في الكون ده كله والله العظيم. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. وصدق من قال: لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك، وملأت كلي منك حتى لم أدع
مني مكانا خاليا لسواك، فالقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك، والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك، والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يجتري معناك، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك، وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فلو ربنا أكرمك وفعلا أخلصت في حبك لله افرحي، كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو ربنا أكرمك وكنت صادقة في محبتك لله يبقى فزت دنيا وآخرة، يبقى فزتي. لو ربنا أكرمك وصدقت في محبتك لله جل وعلا فافرحي، فقد فزت ورب الكعبة، فزت بدنيتك وآخرتك بفضل الله عز وجل. طيب تسألي طب أنا بحب ربنا، أعرف منين إن ربنا بيحبني؟ أقول لك إن شاء الله تيجي الدرس اللي جاي وتعرفي كيف تفوزين بمحبة الله جل وعلا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أقول لك كلمة أخيرة يا أخت، بالله عليك لو بتحب ربنا يا ريت تحافظ على حجابك، لو بتحب ربنا سيبك من الأغاني وعيشي مع كتاب الله، لو بتحب ربنا اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بتحب ربنا يا ريت تعيني زوجك وولادك على طاعة ربنا، يا ريت تربي ولادك على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بتحب ربنا يا ريت تبر أمك وأبوك، لو بتحب ربنا يا ريت تكرمي جاراتك، لو بتحب ربنا يا ريت تصل الرحم، لو بتحب ربنا اطلب العلم وانشغل بالدعوة إلى الله عز وجل، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. يا ريت تحملي هم هذا الدين لو بتحب ربنا. فلا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.